احفظ الفيديو ده لان مهم جدا عشانك، ومتأكد انك هترجع له في المستقبل، لاني هقولك على اهم 3 حاجات تاخد بالك منهم وانت جاي تشتري العقار. خليني اقولك ايه اهم الاشياء اللي لازم تسأل وتتأكد منها قبل ما تشتري في اي مشروع. هقسمهم لك ل3 اقسام: قسم متعلق بالفلوس اللي هو الكام بكام وهكسب كام ولو مستثمر هدفع ازاي، وقسم متعلق بتفاصيل المشروع نفسه وبقية المراحل والتفاصيل الفنية بتاعت المشروع، وقسم متعلق بالنقاط القانونية والتواريخ وانتهاء العقود والغرامات والعمولات. اولا خلينا نتكلم في القسم الاولاني بتاع الفلوس والاسعار والارباح. لازم تعرف سعر القدم كام في المشروع، وتعرف سعر القدم كام في المشروع اللي زيه او في نفس المنطقة بتاعته او في نفس الكاتيجوري بتاعه، عشان تقارن المشروع اللي انت هتشتري فيه بالمشروع المنافس ليه، عشان تعرف تكلفة الفرصة والفرصة البديلة. وليه وعشان ايه سعر القدم غالي كده؟ هل معاه خدمات زيادة أو مميزات زيادة؟ هل المشروع براند يعني يحمل علامة تجارية زي مرسيدس تاور، بنتلي تاور، بوجاتي تاور، أو شايل علامة فيرمونت؟ وإيه المتوقع أرباح بعد استلام المشروع؟ وكمان خطة الدفع، لازم تكون عارف خطة الدفع. هل الدفع كاش ولا أثناء مرحلة الإنشاء ولا متاح دفع بعد الاستلام على كام شهر؟ القسم الثاني تفاصيل المشروع نفسه. إذا كانت بناية فلازم تعرف كم عدد الطوابق، لازم تعرف كم عدد الشقق عشان تكون عارف عدد الشقق اللي هتكون في منافسة معاك عند الاستلام، إذا كنت هترجع في إعادة البيع أو في الإيجار. وإذا كان كوميونيتي لازم تعرف هو كم مرحلة بالظبط، هل هو اوبن كوميونيتي ولا جيتد كوميونيتي، يعني كوميونيتي مفتوح أي حد يدخل يطلع، ولا هو جيتد كوميونيتي خصص بس سكان الكوميونيتي. وعدد المراحل كلها، ولو قدرت تعرف عدد الفيلات كلها إذا أمكن إنك تعرف، هتكون معلومة مفيدة جدا ليك عشان تقدر تقيم حجم المنافسة عند الاستلام وتأثيرها على الأسعار في المستقبل. وكمان إيه هي الخدمات اللي هتكون موجودة داخل الكوميونيتي زي مدارس، مستشفيات، مول، ملاعب رياضية أو ملاهي. كل المعلومات دي هتفيدك في إنك تعمل ايفالويشن للمشروع وللفرصة. القسم الثالث والأخير وهو الأهم، الركن القانوني والعمولات. لازم يكون معاك بروكر أو محامي شاطر قرأ العقد بتاع المشروع ده قبل كده ووصل له وحط ايده على العقد قبل كده، عن طريق انه بايع فيه قبل كده وشاف العقود اللي اخدها المشتري اللي قبله، وتعرف كل الالتزامات اللي عليك في العقد. ولازم تكون عارف من البداية انت هتدفع عمولات ومصاريف وتسجيل وكل الحاجات دي ازاي وايه شروطها. لو محتاجين اي مساعدة او استفسار في المجال ده ما تترددش انك تتصل عليا او تبعت لي على الواتساب. اللايك والفولو عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. مع السلامة.